خويا المقاول، اختي المقاوله، بعد ما شفنا في الحلقه اللي فاتت مواصفات المقاول، اليوم غنتكلموا على دراسه المشروع كامل. ولكن قبل ما نبداو خاصنا نجاوبوا على 4 ديال الاسئله. اولا، اش غادي ينتج؟ ثانيا، شكون هي الشريحه ديال الناس اللي غادي نبيع ليها؟ ثالثا، شنو هما الخصائص ديالها؟ ورابعا، واش انا عارف المنتوج ديالي مزيان ومتمكن منه؟ باش ينجح المشروع ديالكم خاص يكون عنده 4 ديال السواري يوقف عليهم: المنتوج، الثمن، الاشهار والمكان. هذا المنتوج اللي يقدر يكون سلعه كنتاجر فيها، او منتوج كنصنعو بيدي، او لا خدمه كنقدمها بحال تريتور، مقافه، حلاق وزيد وزيد. ثاني حاجه الثمن، لازم نراعي التكلفه باش كيتقام عليه المنتوج ديالي والقدره الشرائيه ديال الزبناء ديالي باش نعطيو منتوج مقبول وعلى قد جيبهم، ونراعي في الثمن ديالي حتى المنافسه ديال المقاولين الاخرين. ورابع حاجه المكان، المحل ديالي خاص يكون نقي من الداخل ومن برا، حيت يمرس الدار على باب الدار، وخاصو يكون موجه وكيطلع الغادي والجاي باش يتعرف عليه القريب والبعيد. وما تنساوش الا كان عندكم محل ما بينش للناس نستعمل البلايك ديال الاشهار باش البراني يجي راسو بلا ما يتلف. واهم حاجه لما غادي نبيع هذا المنتوج، يعني الكليان ديالي اللي خاصني نكون مراعي فيه جميع المواصفات اللي ذكرنا من قبل، ونكون عارفو مزيان اش كيبغي اش ما كيبغيش، ونحط راسي في بلاصتو، حيت كل ما تعرفت عليه وعلى الذوق ديالو وشنو كيحتاج غادي نكسبو عندي، ونشوف واش رجال ولا عيالات، واش صغار ولا كبار، واش من طبقه شويه ولا متوسطه ولا لاباس. المهم مجموعه ديال الحوايج خاصني نرد لها البال في المشروع ديالي قبل ما ننطلق، واهمها المنتوج، الثمن، الاشهار والمكان. خويا المقاول، اختي المقاوله، باش تزيدوا تعرفوا اكثر كليكيو على هذا الرابط اولا دخلوا للموقع ديالنا بودور.ma. نتمنى فدناكم بالمعلومات اللي عطيناكم في هذه الحلقه، ونتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله مع موضوع تسيير المقاوله. وما تنساوش اي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. في امان الله.